في شيء بهالحياة اسمه صديق الروح، اللي تشعر أن جزءا من روحك حرفيا بجسد شخص آخر، واللي قلما تلاقيه بهالحياة، وربما إذا لقيته تلاقيه على هيئة شخص واحد فقط. من أجمل علامات الشخص أنك لو شاهدته لأول مرة تشعر بالألفة معه، تشعر أنك تعرفه منذ زمان. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الشخص: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف. في حال بعدت عن الناس وقررت تبقى بينك وبين حالك، فأنت ما أنك محتاج تبرر لهالشخص ليش أنت بعد، خلص تاركك على راحتك. ولما ترجع تقرب لا بلومك ولا بيعتب عليك، بالعكس يستقبلك استقبال المشتاق. وعندما تقرر الناس أنك مخطئ في موقف من المواقف واجتمعوا عليك، ترى هذا الشخص لا يأخذ بكلام الناس، بالعكس جاي لعندك عم يقول لك اتركك من كلامهم، أنا بعرف ليش أنت عملت هيك. ومن أجمل علامات هذا الشخص أنك لما تكون رايح على مناسبة عامة، وبالمناسبات الرسمية ممكن تتصنع وتتلبك وما حابب تروح، فأنت بتعرف أنه هذا الشخص رايح، فبتتواصل معه بتقول له أنت بدك تروح، فبيجاوبك بجواب من أجمل الأجوبة وبيقول لك إذا أنت بدك تروح أنا بروح. صدق الشاعر حينما قال فيه: روحه روحي وروحي روحه، إن يشاء شئت وإن شئت يشاء. فإذا عندك هذا الشخص حافظ عليه، فقلما يجود الزمان لك بمثله.